السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي باذن الله. كده الفيديو بتاعنا النهارده طريقه عمل عيش جميل قوي، عيش فلاحي يجيب لك لاخر الشارع، يعني حاجه كده وهم، حاجه كده خيال باذن الله. بس قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، عايزه اقول لكم صباح الفل وصباح الورد وصباح السعاده على عيونكم. بتشجع بيكم وبحب اعمل الروتين او اصور روتين، عشان بحس ان اخواتي معايا كده بيشجعوني وبنشجع بعض كده على الشغل وعلى اكل العيش وعلى كل حاجة. فبحب اصور الروتين اللي بعمله كل يوم. اول حاجة كده، انا ما كانش عندي عيش في البيت خالص خالص، فقلت على ايه، ما انا كده كده مروبة لبن من امبارح، نجيب كيلو ونص دقيق كده ونعملهم. جبت كيلو ونص دقيق اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه ربع معلقة ملح واربع معالق من السكر صغيرين. تمام. بصوا مروبة اللبن بتاعي وخاتم ما شاء الله، خاتم قشطة صافي اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني حاجة كده زي الورد اهو. بصوا هو كيلو اللبن عجن الكيلو ونص دقيق بالظبط، يعني عجن كيلو ونص دقيق. مسكت كيسين الخميرة بتوعي، انا حطيت كيسين خميرة وحطيت باكت بيكنج باودر على الدقيق وقلبته كويس، يعني الملح والسكر والبودر حطيتهم على الدقيق وقلبتهم كويس جدا. بصوا بقى، شلت الوش او القشطه كده على جنب، هقول لكم دلوقتي هنحتاجها في ايه او هنعملها ازاي. ده اللبن، ده عيش باللبن الرايب، والله العظيم ريحته كانت جايبه من اخر الشارع، يعني انا كنت بخبزه الريحه طالعه بره، حاجه صعبه، يعني حاجه صعبه تبقي عايزه تقتحمي المكان وتدخلي تاكلي منه. بصوا قلبت فضيت اهو كل اللبن بقى اللي موجود، فضيته وبدات ان انا يعني اعجن، وقلبت العيش تحت ايدي كويس جدا. الاتنين الباكت خميره حطيتهم في نص مع كوبايه ميه دافيه، وركنتهم جنبي كده لحد ما لتيت العيش او الدقيق باللبن الرايب. تمام. بصوا هيطلع حاجه حلوه قوي. انا ما حبيتش اوريكم الصور في اول الفيديو، قلت خليكم كده معايا في فيديو واحده واحده وشوفوا طريقه العيش. بصوا ده بقى زي ما بتسموه عندكم البكاكين او الكماج، زي ما بتسموه عندكم. في ناس بيسموه كماج تقريبا كده، وناس بتسميه بكاكين. انا عندي بالنسبه لي انا ده عيش فلاحي بالزبده كده والسمنه، وريحته تجيب لي اخر الدنيا. بصوا بقى، الكيلو ونص دقيق حطيت عليهم مج سمنه بلدي مش مليان. بصوا انا حطيت نصه سمنه بلدي ونصه سمنه من العاديه، بعمله بالسمنه العاديه خالص من غير سمنه بلدي، بيبقى جميل قوي، ما فيش اي مشكله. بعمله برضو ممكن نص سمنه على نص زيت عادي جدا. ده الكيلو ونص بياخد كوبايه الا شويه، يعني مش كوبايه كبيره. بصوا بقى القشطه حطيتها مع السمنه في الاخر كده، بتدي ريحه وطعم حلو جدا. بس سبت معلقه واحده بس، كان ابني عايز ياكل منها، فوش اللبن بيحبه يعني القشطه، فسبت له معلقه واحده واستخدمت باقي القشطه كده. خليت العجينه زي الملبن في ايدي زي ما انتم شايفينها ما شاء الله، بتجري في ايدي اهي وما بقتش تلزق ولا اي حاجه، بتجري جري كده وما شاء الله نعمت جدا من العجنه. انا بحب العجنه قوي، انا بحب العجنه قوي. طب لو انا هعمل كيلو واحد دقيق، احط عليه سمنه قد ايه؟ احط عليه نص كوبايه سمنه. كيلو الدقيق نص كوبايه سمنه. عارفه لو حطيتي كوبايه سمنه كامله هيطلع معاكي قرص، مش هيطلع كماج ولا هيطلع البكاكين اللي انت عايزاه. يعني لو انت حطيتي كوبايه السمنه الكامله على الكيلو هيطلع معاكي زي القرص بالظبط، مش هيطلع بكاكين. وده بقى الفرق ما بين القرص وما بين البكاكين، عشان في ناس بتيجي تعمل عجينة البكاكين فتبص تلاقيها طلعت معاها قرص. انا بصراحة عمرها ما طلعت معايا كده، بس زي انا بقولك كده ده هيبقى فرق بقى ما بين ده وما بين ده. بصوا بقى، انا جيت انا مزرعة لان الفرن بتاعي حطاه هنا، فمش هينفع اسويه غير في الفرن، يعني مش عايزه اعمل على البوتاجاز والكلام ده. انا كده كده جايه للطيور اصلا. حطيت العجينه كده ركنتها شويه وقمت سقيت وعلفت للطيور كلها. وكان عندي كمان كتاكيت كنت ببيع فيها، فركنت العجينه شويه كده لحد ما خلصت بيع الكتاكيت والبط، وقلت ايه بقى نقوم نكمل التقطيعه. بص هتقطعي زي ما انت عايزاه كبير شويه قطعي، عايزاه صغير شويه قطعي. انا بصراحه قطعت التقطيعه دي، هتشوفوها معايا في الفيديو في الاخر كده.
بس كان في كام واحده كبيره عملت لي زي رغيف العيش كده. بس كانت قبه وجميله برضو. قطعت اهو قطع كده وبدات ان انا اعملها. بصوا بقى، الجو كان حر جدا في المزرعه، الجو حر صعب يعني، حر جدا. الحمد لله ان انا قاعده ومستحمله الحر. كل شويه حد من الولاد يجي يقول لي لهوي انت قاعده مستحمله الحر كده ازاي؟ طبعا ما فيش مروحه اصلا في المزرعه يعني. وكل ما اجي اقول هجيب مروحه مفضاش والله، ولا يعني ما اعرفش مفضاش ان انا اجيب المروحه. فقلت يلا بقى استحمل. قعدت كده زي ما انتم شايفين اهو على الطبليه بتاعتي، وبقيت جايبه معايا قماشه اغطي، لان الدبان هنا حاجه صعبه يعني. الدبان في المزرعه لان الباب بتاعها منه للشارع على طول. فجبت معايا الملايه النظيفه بتاعتي وقلت اغطي العجين عشان ما يجيش عليه حاجه طبعا. بقيت اقطع يعني، اقطع القطعه واحطها في اقطعه بقى قطع صغيره. بصي انت عايزه تعمليه زي شفتي انت القرص الطريه اللي بنعملها، القرص الفلاحي اللي بنعملها بتبقى القطعه بتاعتها قد ايه يعني، حلوه كده. في ناس بتحب، انا عن نفسي ما بعمل قرص الفلاحي الطريه بعملها كبيره شويه، ما بعملهاش زي الكحك يعني. الكحك بيبقى تقطيعته صغيره، انما دي لا، تقطيعتها كبيره شويه زي ما انتم شايفين اهو. بعملها قد القطعه اللي انا هعملها للقرصه بالظبط، مش عايزاها اكبر من كده عشان اللي يعمل ساندوتش يبقى حلو صغير على القد، ما يتنتفش كده ولا كده، ولا الولاد يهروا منه ولا اي حاجه من الحاجات دي. زي ما انتم شايفين اهو قطعت العيش كله. حطيت بقى على الصينيه، وكمان كملت الباقي على الطبليه يعني. بصوا بقى هقول لكم، انا بدات ان انا ابط فيه بالنشابه، اخد حته كده وانعم بحاجه صغيره قوي من الدقيق يعني. بصي حته شعر الدقيق بين صوابعك وترميها على الطبليه بس عشان العجينه ما تلزقش عليها. بصوا حاجه لا تذكر كده يعني، حاجه لا تذكر كده من الدقيق. ابطط كده بالنشابه يعني، فرده يمين وفرده شمال، وارمي على الملايه. مهم جدا ان انت ترمي على الملايه لانه ما بقاش تحته دقيق. هو ما بقاش تحته دقيق لما بتقطعه على الصينيه او على الطبليه، ما بتحطيش دقيق تحته، فعشان برضو ما يلزقش منك ولا يخمر ما تعرفيش تشيليه. فافضل حاجه ان انت تحطي على ملايه، تجيبي ملايه وتقومي حاطه عليها البكاكين، فبتشيليه بسهوله خالص من عليها، لانك ممكن تقلبيه من على ايدك عادي وتشيليه عادي خالص. بصوا بقى اللي بحطه على الملايه بغطيه برضو من فوق، عشان برضو زي ما قلت لكم الدبان هنا وحش جدا او حاجه صعبه اهو. بصوا ما بتاخدش ثواني، ده انت بتقطعي يعني، بتاخدي القطعه يا دوبك تروحي عليها مره يمين وترجعي عليها مره شمال، وخلاص على كده تبقى اتبطت. طبعا انتوا شايفينها قد ايه حته العجينه صغننه يعني مش كبيره، وبتتفرد كده. بصوا بقى انا كنت بعملها حوالي نص سنتي يعني، بسيبها حوالي نص سنتي، ما بحبهاش تخينه قوي، ما بحبش البكاكين يبقى تخين قوي كده وفيه من جوه تحسين ان هو ملان من جوه كده عيش ملوش لازمه يعني، او عجينه ملهاش لازمه. انا بحبها زي ما هتشوفوه دلوقتي كده وهو بيستوي. بدات ان انا اقطع زي ما انتم شايفين وافرد يمين وشمال. خدت اول واحده قطعتها بدات ان انا افردها. انتوا عارفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا ولعت الفرن عشان ما كانش في مكان احط عليه باقي البكاكين يعني، فقمت ولعت الفرن وخدت سويت يعني، ولعت الفرن وانا ببط لسه. رفعت بقى ده كده في البتاع عشان يبقى في مكان على الطبليه ان انا افرد الملايه كلها عشان اقطع عليها. فانا دايما ببقى اقطع كده واروح مشغله الفرن، اخد اللي انا قطعته في الاول وفردته ارميه في الفرن على طول. بصوا بقى كان معايا الصينيه دي، قلت لا انا هفضي الصينيه دي واقطع عليها يعني، هفضي الصينيه دي احسن لي واقطع واسوي على طول مش مشكله. اديني عملت ايه بقى؟ جربت الاول واحده، انا لسه بفرد اصلا ما خلصتش فرد. فبصوا جربت اول واحده اهي، لقيت اللي خلاص بدأ يستوي اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهو. بصوا جربت اول واحده لقيتها ما شاء الله طالعه انتفخت بسرعه يعني، انتفخت بسرعه جدا اهو. بصوا تعالى يعني هاخد لكم الكاميرا كده وتبصوا عليها اهي. اول واحده جربتها انتفخت بسرعه جدا. عملت ايه بقى؟ مهم جدا جدا تعمليه ان انت تمسكي الصينيه بتاعتك تحطها في الفرن وتشغلي الفرن وتسيبي الصينيه 10 دقايق لحد ما تسخن خالص اهو. انتوا شايفين خلاص سخنت الفرن جامد، ودي اهم حاجه ان انت تسخني الفرن جامد قوي. تسخني الفرن وتسخني كمان الصاجه او الصينيه اللي هتسوي عليها. ممكن تسوي على القاع بتاع الفرن على طول، بس ممكن يشيط منك يعني، يتحرق منك او يشيط. فخليكي في الافضل والاحسن ان انت تسوي في صينيه زي دي كده، تحطي الصينيه تتقدح في النار شويه يعني، هتحطيها حوالي 10 دقايق قبل ما تحطي فيها.
خلاص شفتوا انتوا شايفين انا بعمل ايه؟ انا لسه بقطع وبسوي الاتنين مع بعض. انا بقطع وبفرد وبسوي كله مع بعض، ولا سبت ساعتين ولا اي حاجه. بس اللي بفردها وبقطعها بقوم ركناها في جنب كده، واخده اللي بعدها. ولما اجي بقى ابدا ان انا اسوي بروح واخده اول واحده قطعتها انا. يعني انتوا فاهمين اكيد، اللي اتقطعت الاول هي اللي هتتاخد، واللي بعد كده هنريحها شويه. شايفين ما شاء الله كل اللي طالع ما شاء الله، مفيش واحده ما نفختش معايا. يعني مفيش واحده ما نفختش معايا، او فضلت كاتمه كده او مسكعه. مع ان زي ما قلنا لكم ان احنا بنصور او بسوي وقت البط على طول، وقت الفرد على طول مفيش مكان. اشد الصينيه بره شويه، واقوم راميه فيها 2 3 زي ما تاخد، واقوم زقاهم جوه عند النار. شايفين ما شاء الله اهو على طول. اللي مش طايلها النار بقى اقربها للنار شويه، اللي بعيد او وشها اتحمر ابعدها عن النار شويه، واحط التانية. يعني تقلبيهم، تبداي ان انت تقلبيهم كده وكده. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. ولسه عندي قد ايه؟ انا بوريكم بس سويت قد ايه من كيلو ونص دقيق. سويت دول ولسه عندي دول. بصوا بيتفتح كده. يعني انا فتحت اكتر من 5 6 او 7 كده. يعني يا دوب امسك الواحده وافتحها. وكانت معايا روح حبيبتي بقى، ربنا يقويها يا رب، والله العظيم تعبت جدا معايا. افتح وتقول لي هاتي يا ماما ما فطرتش، هات وانا اكلها. اروح مديها لها تاكلها كده. هي اصلا طعمها زي القرص الملتوته او القرص الطريه، الحاجه الفلاحي اللي بيبقى ريحتها جايبه من اخر الدنيا يعني. والله العظيم فعلا يعني الريحه جميله جميله. مش لو قلت لكم من هنا لبكره. بصوا بقى القرص دي او العيش ده بيتفتح زي عيش سندوتشات كده. ممكن ان انت تحط فيه مربى جبنه، لانشون وجبنه. الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. طيب لو انت عامله مثلا، هو الكيلو ونص بينقط ما شاء الله. فلو انت عايزه تعملي اقل من كده هتعملي كيلو واحد بس. عايزه بقى تعملي كيلو ونص مثلا وعايزه تحفظيهم، هتقومي جايبه كل 5 6 ترغيفه كده على قد الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني انت مثلا عارفه اولادك بيفطروا ب6 ترغيفه او 5، فتقومي حطاهم فين؟ في كيس من اكياس التخزين بعد ما يبردوا خالص تماما. يعني من كيس من اكياس التخزين، وتقومي حاطه فيه 5 أو 6 مع بعض، وتربطي عليهم. ما تخليهمش يدخل لهم هوا خالص عشان طعمهم ما يغيرش منك. تربطي عليهم وتقومي ايه، حطاهم رصاهم في الفريزر فوق بعض. قبل ما تاكلي ولادك ب5 دقايق او 10 دقايق، 10 دقايق عشان يبقوا كافيين. قبل ما تاكلي ولاد ب10 دقايق بالظبط، تقومي مطلعه الكيس حطاه على الرخامه عندك في المطبخ. مش هيحتاج تسخين خالص، بيطلع طري وميه جدا زي ما حطيتيه بالظبط. ما محتاجش تسخين، الا بقى لو انتوا اصلا متعودين او بتحبوا العيش السخن، يعني اللي هو يبقى لازم يكون متسخن. في ناس اصلا لو جبت لهم عيش من الفرن فلا بيبقى لسه طازه يعني، او لسه مخبوز، فلازم برضو يسخنوا العيش. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. حجم العيش حلو جدا ازاي، وحاجه كده تفتح النفس يعني. والله العظيم كل رغيف بحدفه كان ما شاء الله بيقب معايا، ويبقى حاجه كده. مفيش غير رغيف واحد كنت لسه بطاه في الاواخر بقى، هتشوفوا دلوقتي. كنت لسه بطاه خلاص، لسه فرداه يعني، ورحت رميته على طول في الصينيه. فهو قب وكل حاجه، بس ما قبش، ما ارتفعش لفوق. لكن تعرفي تفصلي الظهر عن الوش بكل سهوله يعني. مفيش. وريحته وطعمه جميل قوي. انا بقى بعمل العيش ده كده وبحطه في الفريزر عندي. بخليه بقى كل يوم الصبح اطلع منه، اخر النهار اطلع منه مثلا. عايزين يتعشوا ولا حاجه وما عنديش عيش، فبقوم عامله. بصوا ما شاء الله الكميه بتنقط حلو. لو ولادك مثلا ما بيشربوش اللبن، فالعيش اصلا مغذي، اعمليه للولاد مغذي جدا، مغذي جدا. كفايه ان هو فيه لبن وفيه قشطه وفيه سمنه بلدي. تعمليه بالسمنه العاديه عادي جدا مفيش مشكله. فابنك ما بيشربش لبن مثلا وانت متضايقه ان هو ما بيشربش لبن، اديله رغيف عيش من ده، في لبن وفي نشويات وفي السمن الطبيعيه اللي هي السمن البلدي. انا عاملاه بسمن بلدي عشان كده كان ريحته جايبه من اخر الدنيا. فحلو يعني. انت هتاكلي عيش، الطفل هياكل عيش او العيل هياكل عيش، بس ياكل عيش مغذي. مش هياكل عيش حاجه كده دقيق وميه وخلاص، لا ده دقيق ولبن وحاجه زي الفل كده ما شاء الله. بصوا شايفين بيتنفخ ازاي. انا عملت الكميه دي بالظبط، اخدت معايا حوالي ساعه من اول العجن لحد الخبز وفي الفرن وطفيت الفرن. خد معايا ساعه بالظبط، يعني خد معايا ساعه بالظبط.
كمان قمت اصلا قبل ما ابدا يعني فيهم اساسا خالص، قمت علفت الطيور، لان انا الطيور ورايا وجنبي وفي كل حته. علفتهم الاول، اول حاجه قلت اعلفهم واشوفهم قبل ما اعمل اي حاجه عشان ما اشيلش ذنبهم يعني. وقمت بقى توكلت على الله، عملتهم والله يعني شويه عيش زي العسل كده. وكفايه ان انتي بس تخلي البيت مستور. العيش والرز دول اكتر حاجه بيستروا البيت، يعني العيش والرز، وخصوصا للناس اللي معاهم اطفال زي حالاتنا كده. كنت حاطه شويه قش في الارضيه تحت الفرن اهم، عشان لو وقع رغيف عيش عليهم ولا حاجه اجيبه بكل سهوله يعني. فبجيب شويه قش واروح فردهم تحت الفرن.